هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ طيب الفيديو ده اول فيديو في سلسلة هعملها معاكم. هشرح لكم المنتجات، مش هرشح لكم المنتجات. يعني مش هقول اشتروا ايه وما تشتروش ايه، هقول لكم تفصيل المنتج اللي انا جربته، مواد فعالة، طريقة الاستخدام، السعر، حلو وحش، ينفع مع مين ما ينفعش مع مين، انا شعري عامل ازاي، ليه على شعري ولا لا، انا بشرتي عامله ازاي، لا على بشرتي ولا لا. كل حاجه بجد بكل التفصيل، عشان لما تيجوا تشتروا وانتوا فاهمين المنتج ده بيعمل ايه، وانا شرحه لكم نقطه نقطه كده. قبل ما ابدا معاكم اي حاجه بشويش كده، هحكي لكم انا شعري عامل ازاي وطبيعته عامله ازاي بالصور والفيديوهات. انا الفروه عندي دهنيه جدا، بيعمل قشره بشكل مستمر في الشتاء، الاطراف عندي جافه، الفتله نفسها ناعمه الى حد ما، ولكن دايما شعري بهتان رفيع وهايش، ودايما اللي هي دايما. انا بعالج دوت ازاي؟ بعالج دوت بان انا بلف شعري طاقيه. طب انا طبيعه شعري ازاي؟ انا طبيعه شعري بالشامبو، حمام كريم والليفن واسيبه في الهواء بيبقى ده شكله. لو اهتميت بيه شويه زياده وعملته ستايلينج ضفيره وفكيتها بعد ساعه بيبقى ده شكله. ولو عملته كيرلي ستايلينج بالكريم والجل والسيرم او الاويل بيبقى ده شكله. لو لفيته طاقيه بيبقى ده شكله. بحط الليفن بتاع افريكانا وبلفه طاقيه 4-5 لفات في الصيف ويوم كامل في الشتاء. لو عملته بالفولومايزر اللي هو السشوار بيبقى ده شكله. هل انا شعري طبيعته ناعم؟ لا. هل اغلب المصريات 95% مننا شعرهم ناعم؟ لا. فيرستلي كده عشان بس محدش يفهم ان انا طبيعه شعري انها ناعمه، فانا يعني دي طبيعه شعري اللي هي تقريبا طبيعه شعر المصريين كله. انا بس من زمان وانا شعري بلفه طاقيه، فتلاقوه بيتلف بسرعه فبيبان كانه مكوي. نبدا باول شركه انا بتعامل معاها من شهر 2 اللي فات وبشتري منتجاتها، لدرجه ان في حاجات عندي منها بدل القطعه 2 و3 و4، لان انا وماما عايشين عليها. شركه افريكانا. في الفيديو دوت هكلمكم عن منتجات الشعر بس، وانتوا شوفوا الشركه اللي جايه عايزين نكلمكم عن شركه مين، وشوفوا لو عايزين منتجات افريكانا بشره وجسم اعمل لكم برده فيديو. شوفوا كمان لو انتوا عايزيني اجيب حاجات اجربها قولوا لي واكتبوا لي في الكومنتس، وانا هشوف كل الكومنتس بامانه، وهشوف الشركه اللي بجد اتكررت كتير او عليها لايكات كتيره هجيب منتجاتها واجربها، بس تكون حاجه في الحنين عشان الميزانيه، مش هجيب حاجه غاليه. انا زي ما قلت لكم هنتكلم عن منتجات الشعر من شركه افريكانا مبدئيا كده. وبامانه ربنا في فرق ما بين افريكانا وما بين رو افريكانا هي شركه اسمها افريكانا MBC، بقى لها في الماركت اكتر من 10 سنين. هسيب لكم برضو اللوجو، بيج الانستجرام وبيج الفيسبوك، ممكن تلاقوهم برضو على نون، وده اسمهم على نون عشان تعرفوا تجيبوا الحاجات اصليه. وهسيب لكم هنا اكواد لنون. لينا بقى ندخل في الريفيو عشان حاسه اني لغيت كتير قوي. اول حاجه في اي روتين تبقى الشامبو. ده شكله، الحجم 225 مللي، وده سعره. الاسعار اللي هقولها بناء على شهر 12 2024، في احتماليه زياده في اي وقت الله اعلم. الشامبو دوت لا فيه سلفيت ولا بارابين ولا سيليكون، 100% مواد طبيعيه، فبالتالي تنظيفه لفروه الراس مش 100%. اعملوا حمام زيت هتبقوا محتاجين حاجه جنبه يكون فيها سلفيت، او محتاجين مثلا ماسك اوراق الصدر، وده اللي انا بعمله. انا عندي مشكله وخصوصا في الصيف مع السلفيت، انا كجاكلين بيهيش الشعرايه عندي وبيخليها بجد قد كده اهو. فانا بقول فروه اعمل لها ماسك الصدر مثلا وانضفها واستخدم شامبو فري سلفيت والشعرايه تبقى هاديه، ولا استخدم شامبو فيه سلفيت وشعرايتي تهيش؟ انا بختار الحل الاولاني. فانا مخلصه منه كام علبه انا وماما، 3 أو 4 علب. العلبه دي اصلا هي خلصانه خالص اهي، ما فيهاش بامانه ربنا ولا اي حاجه خالص. طيب انا بستخدمه للامانه بستخدمه خصوصا في الصيف. يمكن في الشتاء الجا لحاجه فيها سلفيت اكتر، بس في الصيف ما بقدرش استخدم سلفيت عشان الاطراف، فلازم استخدم حاجه تكون فري سلفيت زي ده. هو ريتش كونديشننج، الكلمه دي معناها ان هو بيشتغل على ترطيب الشعرايه. الحلو اللي فيه ان فيه ارجان اويل، وده بيليق مع 99% من انواع الشعور لانه خفيف وبيرطب حلو، وفي بايوتين بيساعد على ان الشعرايه تبقى اسمك واحسن. بيليق مع كل انواع الشعر، انه لا بينشف ولا بيجفف ولا بياكل زيوت زياده ولا اي حاجه، 100% مواد طبيعيه وما فيهوش اي مشاكل. انا كده شرحت لكم الشامبو ده هيعمل ايه. تمام. نيجي لتاني حاجه. قوام حمام الكريم مختلف، هصوره لكم هنا واسيبه لكم، عن اي حمام كريم تاني. وللامانه هو مش بيشتغل خالص على الترطيب، عشان ما تبقوش متوقعين منه انه يسيب الشعر مزحلق. هو بيتريتمنت اكتر، يعني بيعالج اكتر، لان مليان مواد طبيعيه، ففعلا بعد ما بتستخدموه بتحسوا كأن الشعرايه اسمك، تخنانه، مش بتتكسر مش بتتقطع بسهوله. وكمان طريقه استخدامه المفضله ان انتوا بعد ما تحطوه تكمروه وتحطوا اي حاجه دافيه على فروه الراس او فوطه سخنه او اي حاجه، عشان يقدر يتكمر كده ويدخل جوه الشعرايه. بصوا اهو مكتوب حتى عليه اهو، زي ما قلت لكم ديب تريتمنت فور دامج هير، هم كاتبين ان هو بيعالج فعلا الدامج هير، هم عندهم حق. في شيا باتر وفي بايوتين، وفي طبعا ارجان اويل، دي الماده الاساسيه الفعاله اللي فيه، انه زيت جنين قمح، وفي زيت اللوز الحلو.
التركيبه تركيبه المانيه، هما كاتبين اهو تجديد الشعر الجاف المجهد كيميائيا، يعني ينفع مع المصبوغ، ينفع مع اللي بيكوي كتير، ينفع مع اللي بيسشور كتير، ينفع مع اللي عمل تريتمنت قبل كده اللي هو الكافيار والبروتين والكرياتين والكلام ده. وللامانه انا مبسوطه قوي بالمصداقيه، يعني هم مش جايبين سيره الترطيب، هو فعلا ترطيبه مش احسن حاجه. طيب انا بستخدمه ازاي؟ انا بحب قوي ان انا استخدمه قبل الشاور، اللي هو بندي شعري بالميه واستخدمه واعمل له تريتمنت كده لشعري. بعد الشاور بستخدم بلسم او حمام كريم يكون فيه ترطيب ومزحلق بقى وبتاع، يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر واحد. ده بطرمان جديد، البطرمان القديم خلاص خلص، وكان فيه قبله تيوب اللي هي المقاس الصغير، في منها 2. فكده انا لوحدي مستخدمه 2 صغيرين وواحد كبير، وده والكلام ده من شهر 2 اللي فات، مع العلم برضو ان انا في النص كنت بستخدم منتجات تانية كتير قوي عشان اعمل لكم عنها ريفيو. بس للامانه وانس بحس ان انا عندي مشكله لازم استخدم الماسك ده، الحق يتقال. يجي التالت منتج، وده من اكتر المنتجات اللي رشحتها لكم بدل المره 10000، عامله عنه تقريبا لغايه دلوقتي يجي 4 فيديوهات، لاني بجد عاوزاه يوصل لكل بنت، لانه بيفرق بيفرق بيفرق. اكيد تقريبا لو متابعيني ومركزين معايا هتبقوا عرفتوا ان هو الليفن بتاعهم، الليفن كريم خطير مش طبيعي يا جماعه. وهقول لكم دلوقتي ايه المشاكل اللي بتقابل اغلب البنات، لان في اكتر من 2000 بنت جربوه وبعتولي. وهقول لكم كمان طريقه استخدامه. اول حاجه في منه حجمين، هسيب لكم برده الاسعار. هو ما فيهوش لا صوديوم ولا بارابين ولا سيليكون، كل المواد اللي فيه طبيعيه. في شيا باتر وده بيخليه ما يليقش مع بعض الناس، او مزيت شويه مع بعض الناس، او بينشف الشعر شويه مع بعض الناس. وفي كمان ارجان اويل، وده غالبا بيليق مع كل الناس. هي المشكله كلها بتبقى في الشيا باتر شويه. للامانه هو مكتوب ان هو بيحمي الشعر وبيرطبه وبيقلل من الهيشان، هو بيعمل كده، ولكن انا بالنسبه لي ده جوكر مع لف الطاقيه. اي حد بيلف طاقيه بيحب شعره يتفرد اسرع، يتفرد قوي ويعمل فرد في الشعرايه من الكيرلز والويف اللي موجود، لو بتلفوا طاقيه هاتوه من غير ما تفكروا. للامانه ما جربتوش مع الكيرلي، جربته مع الضفاير، بيثبت الضفاير حلو بس بيديها لمعه كده انا ما بحبهاش، ان في شيا باتر فبحسه بيزيد شعري سيكه. انا مع الطاقيه تحفه يجنن. في ناس جربته ما عجبهاش، ليه؟ عشان بيزيد شعرها او بينشف شعرها. في الحالتين بنقلل الكميه اللي بنستخدمها منه، نستخدم وراه سيرم يحبس الترطيب شويه. بصوا هفهمكم، بتبقى الشعريه مش قادره تستحمل حاجه زيتيه بكميه كبيره، فانتوا عايزين ترطبوا كل حته فتزودوا الكميه فيزيد. طب خلاص قللوا الكميه عشان ما يزيدش، وقللوا الكميه عشان ما ينشفش الشعر ويخليه يخشب كده زي بعض الكومنتس اللي كانت بتجيلي. حطوا بقى سيرم. بس للامانه ده الليفن الوحيد اللي في الماركت اللي بيساعد الشعر انه يتفرد مع الطاقيه، يدي لمعه صحيه، بيحمي الشعر فعلا، هتحسوا كأن شعركم بجد بيتعالج عليه. سعره تحفه، حجمه تحفه، ويستاهل كل جنيه بيدفع فيه. كل المنتجات عامه هي قيمه جدا 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 مقابل السعر، ولكن ده انا بس خايفه يشوفوا الفيديو ده بالاخص، حاسه ان المفروض يغلوه 100 200 جنيه من كتر ما الكواليتي اللي بيقدموه فيه حاجه مش طبيعيه. لو عرفت اسيب لكم شويه من الريفيوز البنات اللي جربوه، انا عمري ما انسى في بنت بعتت لي انها اشترت 6، لما جربت واحد منه وعجبها راحت بعتالي على طول سكرين انها طلبت 6 عشان التركيبه ما تتغيرش. فانا بطالب افريكانا بعد اذنكم ما تغيروش اي حاجه في التركيبه. انا شغاله رايحه كده لما اكتفي وجعتني. نيجي بعد كده لاي حد عنده بيبي هير او مشاكل في ان في هيشان اللي هو ده مثلا كده لما بيقف كده ويتكهرب. للامانه 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 المنتج اللي جاي ده ما فيهوش غلطه، معلش بقى، يعني انا كل منتج قلت عيوبه ومميزاته، بس اللي جاي ده ما فيهوش غلطه واحده. الوكس بتاعهم يا جماعه مش طبيعي، هو بيثبت البيبي هير طول اليوم اكتر من 8 ساعات، وخصوصا نركز بقى في الصيف، عشان انا دايما بعرق من المنطقه دي، فانا اول ما بعرق الشعره بتهيش على طول. ده بيثبتها مكانها 24 ساعه. في مرات صحيت تاني يوم لقيت شعري ثابت كانه ولما بيفك التثبيته، هو مش بيثبت اللي هو كانكم حاطين جل بقى وتتضايقوا، هو بيثبت بشكل لامع، في لمعه كان شعركم الطبيعي. وتاني يوم لا بيسيب طبقه بيضه ولا بيعمل كاست كده اللي هو كأن الشعرايه عامله كده هو ناشفه في نفسها، طبيعيه جدا كأنكم كنتوا حاطين عليها كريم مرطب او سيرم، بمنتهى البساطه اللي في الدنيا. كنت مرعوبه منه اول ما جبته، قلت اكيد لما تاني يوم يجي هيبقى عامل شعري كده اهو، عارفين اللي هو كاني حاطه زبده من جوه فشعري عامل كده اهو. لا اطلاقا، شعري كان فلافي عادي جدا، وكأن شعرايه امتصت الانجريدينتس اللي جوه.
وبيجي مع الفرشه بتاعته، وهسيب لكم برده السعر على الشاشه. المكونات: زيت ارجان، زبده شيا، زبده كاكاو، فيتامين ه، زيت جوجوبا، زيت افوكادو، وشمع العسل. مفيش اي حاجه من الحاجات دي صناعيه، كلها حاجات طبيعيه 100%، عشان كده الشعرايه بتتقبلها وبتمتصها على طول. لا بيعمل قشره ولا بيعمل تزييت ولا بيعمل بلدب ولا في منه اي مشكله. بنيجي بعد كده للزيوت والزبدات. انا جبت حاجات كتير قوي من عندهم: زيت جوز هند، وزيت سمسم، وزيت جوجوبا، وزبده الشيا الصفراء والبيضه. كل الحاجات عندهم اصليه 100%. ولو انتوا حابين ان انتوا تجيبوا مثلا زبده الشيا عشان تضيفوها على حاجه او كده، هاتوا بجد ما تفكروش، المنتجات طبيعيه 100%، معصوره على البارد بفوائدها تحفه. كمل بقى حاجه الشعر. نيجي بقى للبونيه الستان الدبل فيس. بصوا انا هفهمكم الموضوع بتاع البونيه ده على طول. انا عندي مشكله في شعري ان انا بيهيش قوي لو انا فضلت موجوده واتقلبت يمين وشمال 8 ساعات من غير ستان، وده حقيقي بيولد كهرباء. وانا جربت انام على مخده غير ستان وعملت التجربه دي، ووريت لي نفسي ان انا من غير ستان فعلا شعري بيهيش. فانا ما اقدرش انام من غير بونيه ستان، فبجيب البونيه ستان من عند افريكانا. هتقولوا لي فين التاني؟ هقول لكم بيتغسل. جاكلين ده جديد، هقول لكم التاني قديم لا يطاق ولا يحتمل ولا قابل للتصوير تماما، فبيقعد عند ماما 3 4 ايام وانا مش هنام من غيره، فقلت اجيب سبير ده ابدل ما بينهم هما الاثنين، استخدم ده مثلا اسبوع يتغسل، هو بيتغسل يكون معايا واحد تاني. وعملت كده في المايكرو فايبر. بيجي معاها توكا ستان از جيفت، خطيره الماتيريال تحفه. الستان ده مش هتشوفوه كتير عامه، واسالوني بجد الستان ده مش هتلاقوه كتير. في كذا ميزه. اول حاجه مش بيسلح، يعني مش التوكه بتشده فيقعد يفتل ويعمل ويبوظ ويقعد يتقطع منكم، لا. انا جربت كذا نوع، وفي نوع انا اللي مشترياه من وسط البلد برضو باظ مني، بس النوع ده بالاخص لا. ومعرفش الصراحه، هبقى اسالهم نوع الستان بتاعهم ايه. انا كنت بجيب ستان تركي للامانه، كان الراجل بيقول لي ان ده احسن نوع، بس اي ثينك لا مش احسن نوع. هو دبل فيس بالمناسبه، الناحيه دي والناحيه دي، فانتوا برضو بتقعدوا تستخدموا مثلا الناحيه دي 3 ايام والناحيه دي 3 ايام، بيبقى الاسبوع خلص. بيبقى خفيف على الدماغ عشان دماغي بتصدع من اي حاجه تقيله. انا لما بلف شعري طاقيه بصدع. حلو، سعره حلو، ماتيريال تجنن. واي ثينك ممكن حد فيكم لو بيفهم في الستان يقول لي النوع ده نوع ايه من الستان. التقفيل خطير، بصوا الخياطه عامله ازاي، بصراحه جامد بصراحه بقى، يعني بصراحه ان ده ما فيهوش غلطه. لا كان فيه غلطه، سوري افتكرت، عشان انا مش برشح منتجات، انا بشرح منتجات. الغلطه اللي فيه انا واحده راسها كبيره شويه، فالاستك ده كان ضايق. انا للامانه بفهم في الخياطه وما بتفهم في الخياطه، فكه حطيت حته استك زياده وخيطته. ده اللي هو اللي فات، اللي هو المتدمر اللي هناك ده. فده هعمل فيه نفس الموضوع لان انا واحده راسي كبيره شويه، فمش عارفه الصراحه ممكن نحل الموضوع ده ازاي. ولكن افريكانا بيعملوا منه سايزين مثلا عشان الناس اللي دماغها كبيره زي، عشان انا واحده دماغي كبيره. انا جايبه البونيه الستان، وجايبه التوك الستان، وجايبه البيلو كيس اللي هي غطا المخده الستان. جايبه منه 3، جايبه منه السيلفر والاسود والبينك، جايبه منه ال3 انواع. والامانه انقذوني في الفتره اللي كان عندي فيها حبوب هنا، في بدايه انقاذ ما يمكن انقاذه. الحمد لله بشرتي اتحسنت 100%. بقيت كل 3 ايام بغير غطا المخده، وللامانه فرق قوي قوي قوي. ذا لاست ثينج المايكرو فايبر تاول. طبعا انتوا اي ثينك واخدين بالكم هي قد ايه طويله، بتشيل اي شعر. والحلو فيها بجد ان هي طويله عشان تشيل شعري، لان انا الحمد لله شعري نوعا ما طويل وكثيف، وانا ما بنشف شعري مش بحب ان انا اتنيه جوه الفوطه. دي اول حاجه. تاني حاجه حلوه وبتمتص كميه ميه كتيره، لان انا جوه الشاور الواحد بحتاجها 3 مرات، مره بعد حمام الكريم، وبعد كده مره قبل البلسم عشان شعري يبقى ناشف كده شويه، علشان خاطر اوزع البلسم على شعري مش مبلول 100%، مره في الاخر لما شعري بيبقى خلاص بينشف، ومره بعد ما بحط الليف ان عشان تكمل نشفان. فعشان في فوطه تمتص كميه الميه دي على مدار 4 مرات خلال الشاور الواحد، دي ما شفتهاش قبل كده خالص. جربت كذا نوع فوطه، هسيب لكم برده هنا صور ليهم، بجد يعلم والله كنت ببقى محتاجه من الفوطه منهم 4 5 مرات. وعامه عملت معاكم تجربه قبل كده برده على المايكرو فايبر بتاعت افريكانا، وانها بتمتص تقريبا ضعف مرتين او 3 من اي فوطه موجوده تاني في الماركت، وان السعر سبحان الله يعني قريبين جدا من بعض، هي مش اغلى بكتير يعني، فاللي هو ليه ما اشتريهاش. بصوا انا بالنسبه لي دي احسن مايكرو فايبر تاول انا استخدمتها، هي والبونيه الستان. اغلب المنتجات بتاعت افريكانا سعرها بجد لا يتخطى ال 200 جنيه، وبيقدم قيمه قوي قصاد سعر. الفوطه دي معايا من شهر 2 اللي فات، وشهر 2 اللي جاي خلاص قرب، يعني بقى لها معايا سنه، نفس القوه، لا الزرار اتفك ولا اتقطع، ولا دي اتفكت ولا اتقطعت، على عكس كل المايكرو فايبر التانيين. حتى كواليتي الاستك اللي مستخدمينه عايش لغايه دلوقتي، يعني في حاجات تانية خلاص بتبقى.
فلا للامانه سو براود بالكواليتي، ام سو براود ان ده براند مصري، ام سو براود بكل حاجه. انا شرحت لكم كل حاجه ورشحت لكم الحاجات اللي لازم، انا حاسه انها لازم تتجاب يعني بجد. بالمناسبه المايكرو فايبر تفرق قوي في هيشان الشعر، ان الشعر ينشف من غير ما يبقى هايش ومن غير ما يبقى متقصف، بتبقى ناعمه كده وبتطبطب عليه. بس كده انا تقريبا قلت كل منتجات الشعر من افريكانا ووريت لكم كل حاجه وشرحت لكم كل حاجه ويز اونست ريفيو، ربنا يعلم. اتمنى ما اكونش نسيت حاجه، واتمنى ما اكونش ما قلتش حاجه باستفاضه. عندكم اي سؤال اسالوه في الكومنت، خلال 3 ايام هرد على كل الكومنتس. وما تنسوش ترشحوا لي شركات تانية عشان اكلمكم عنها باستفاضه. باي باي.